السلام عليكم ورحمة الله. من أجمل المسلسلات اللي أنا سمعتها لحد دلوقتي هو مسلسل أرطغرل، واللي شدني فيه إن هو فيه كمية قصص دينية وحاجات ومواعظ وحكم دينية وآيات قرآنية شديدة جدا جدا، وده اللي خلاني أتشد ليه أكتر وأكتر. أما عثمان فهو تكملة لأرطغرل وما إلى غير ذلك من الأحداث اللي كانت فيه. لكن أورهان أقدر أقولك إنه إلى الآن لم يعجبني أو ما عجبنيش أي حلقة من حلقاته. طيب ليه بقى؟ إيه الفرق ما بين أورهان والفرق ما بين أرطغرل وعثمان؟ أرطغرل كان بشدة ما فيهوش يعني كمية القصص وكمية الحب واللفلفة اللي حصلت في أورهان واللي حصلت في عثمان. طيب تقدر تقول أورهان أنا ما بحبوش ليه؟ لأن أورهان فيه كمية قصص من الحب اللي هي ما بين فاطمة وفلافيوس، وما بين حليمة وأورانوس أو مش فاكر اسمه ايه بالظبط. لكن تقدر تقول إنهم هما يعني عملوا اقتصاص لحتة الشيخ أو للقصص الدينية، وحطوا مكانها اللي هو القصص بتاعت الحب وما إلى غير ذلك. علشان كده اقدر اقول لك انت بتسمع تاريخ، يعني تسمع حاجات دينية، يعني تسمع حاجات مرتبطة ومتشابكة ببعضها. عشان كده لو انت بتقعد بنتك او ابنك او اي حد من العيال الصغيرين، تقدر تقول انك انت يعني لو انا مقعد اي حد من الاحفاد او عيال الصغيرين، يقدروا يستمتعوا بكل حلقة من حلقاته وبكل مشهد من مشاهد أرطغرل وعثمان بكل سهولة ويسر، مع العلم انك انت ما بتوجه لهمش اي مادة من المواد المخالفة لسنهم. عشان كده اقدر اقول لك وبكل بساطة يا صديقي العزيز، احنا كوطن عربي محتاجين ان احنا نخرج حاجة زي الحاجات دي، حاجة كويسة يقدر يسمعها الصغير والكبير. ومنتظرين في رمضان اللي جاي ان احنا يعني نشوف حاجة زي الحاجات الحلوة دي. يعني مسلسل أرطغرل أول ما نزل أكتر من 150 دولة شافوا المسلسل ده، واترجم لكذا لغة، ووصل يعني اكتسح وجاب فلوس حلوة جدا جدا جدا. وده علشان بيقدم رسالة ما فيهاش خدش.